ارحمني شيل عني حمولي وريحني ارحمني أنا خاطي وبطلب تسامحني عالم ولازم اللي بيحبه يعاني واللي بيشرب منه يعطش من جديد والراحة عندك يا يسوع ولا حد تاني يرويني ويخليني دايما أكون سعيد سايب شروري وعتمتي وخطيتي وجاي مشتاق للنهار مشتاق لشخصك انضمني أرجوك تقرب ناحيتي أنا جاي لك واخد قرار إني أعيش شغال حاليا بيطلع كده نجار مساجد وجوامع، وكان اول بدايه شغل نجاره المنابر دي كان في عهد السيد الرئيس جمال عبد الناصر لغايه الان. انا شغال في المساجد والمنابر بالذات والكنائس برضه طبعا، فما فيش شك برضه ان المسجد والكنيسه طبعا دي كلها بيت عباده ربنا، والحمد لله ربنا ادانا المهنه ديت، لان زي ما شايفين كده اهو الشغل ده كله يدوي، ما فيش حاجه اسمها بالشغل بمكن، كل اغلب الشغل 90% شغل يدوي، وال10% اللي هو الحاجات الثقيله بالمكن. المنبر ده يختلف عن المنابر التانيين، كل منبر ليه في منبر عملته كمان قبل كده للسيد عبد الرحيم الجناوي في جنة، اللي هي المديريه بتاعتنا بتاع الحمادي، برضه قمت عملته برضه سلمته المكان بتاعه برضه الحمد لله، وكل الناس شافته وانبسطت خالص خالص خالص. طبعا كان المنبر ده لما انا وديته برضه بنفسي لسيد عبد الرحيم الجناوي على سيد عبد الرحيم، طبعا دخلت جوه عند السيد، طبعا كنت واخد معايا جماعه من بتوع التلميع شطفوه تاني لما هو تاني برضه، وكان في صحبتي برضه كان صناعيه تانيين، وكان برضه خلصت المهنه بتاعتي خلاص ورجعت اشتغلت كمان في 2 تاني. واحد منبر تاني راح مغاغه، والتاني برضه راح سوهاج، وحاليا دلوقتي كده انا عندي 3 منابر في الورشه بتاعتي حاليا لغايه دلوقتي انا ماسك 3 منابر، وكل منبر هياخد مجهود من 20 يوم لشهر.
بقوم باعمال المنابر. وفي يوم من الايام جت عربيه فيها 5 افراد، فيهم شيخ ازهري وامام جامع، وكان عاوز مني، طلب مني منبر وضرب الموبايل ووراني الصور كلها اللي عنده. طبعا الصور اللي عندها كله ده مصورها هو، كان صور قديمه شويه. طبعا انا جبت له برضه صور ثانيه، واختار صوره معينه من الصور اللي انا عندي. وبعد ما يخلص خالص اتصل بيه يروح يجيب لي عربيه او اي وسيله مواصلات اخده، وبعد كده اروح اوديه لاصحابه او في المكان اللي هو المعين اللي هو المسجد. طبعا بيكون فيه احيانا سلك في الشوارع مش متفق خالص، فبنضطر بعمل اقصى حاجه في الارتفاع بتاع الجامع 3 متر و70 سم، يعني بالاكثر او بالغالبيه 4 متر الا ربع، حتى مهما اللي كان الجامع ارتفاعه. بعد كده طبعا انا بقوم بكبر العمود ده خالص، زائد القبه، زائد ده ارتفاع ده مع القبه يوصل لغايه 170 180 سم لغايه 200. لما يكون 200 و3 متر ونص او 4 متر اقصاها بيبقى حوالي 7 متر لو كان الجامع ارتفاعه 10 متر او 8 متر او 7 متر. ففي جوامع يعني تبقى توصل لغايه 6 متر لغايه 10 متر. فطبعا عشان خاطر انا اكمل الارتفاع بتاع المنبر زي ما بقول لحضراتكم، بخلي القاعده اللي هي الدوران بتاعه والعمود ده والهلال يعني 3 في 70 او 3 في 60 ب 180 سم، يعني مترين الا. واركب في حاجه اسمها تركب لديك اسمها بنسموها كويله، تركب من فوق في القبه ويكمل بيها ايه السطح بتاع المنبر. هنا بالذات طبعا ايه بيكون معايا بصله في جيبي، لما احط المنبر في المسجد بدي اشوف البصله يكون موجه يمين موجه شمال، يديني جنب القبله اللي انا عاوزها، بحيث انه الشيخ لما يطلع فوق الجامع يبقى كده ايه قدامه الجهه القبليه. تمام كده. بعد كده طبعا بقوم بعمل كرسي للشيخ عشان يقعد عليه، كده بيكون فوق المنبر مباشره. طبعا انا لما بشتغل في المنابر اغلب شغل المنابر يكون بشاكوش جديد زي كده، لازم يكون شاكوش نظيف ولازم يكون مطهر. والصبح لما اجي اشتغل على المنابر بطهر العده تحت كده، زي عباره زمان كنا نطهر اللي ياخذ حقنه كان يطهر الحقنه قبل ما ياخذ الابره، فكذلك الامر بطهر العده بتاعتي قبل ما اشتغل في المنابر. فحاليا لغايه دلوقتي انا دلوقتي بقوم بالمجهود الاكثر حاجه انا بشتغل بيه بنفسي في المنابر بالذات، واكون مستعد وحريص وتمام التمام لين ما اشتغل فيه. لا انا متضايق مثلا او زعلان او كده، ممكن اكون تعبان واشتغل في المنبر بس ما اكونش زعلان ومتضايق واشتغل في المنبر. لا ربنا اداني موهبه انه اشتغل في المهنه دي علشان بشتغل باخلاص وبضمير.
الخشب اللي انا بمسحه ده من نوع انواع الخشب المسكر، اللي هو انضف حاجه في انواع الخشب، لانه في انواع كثيره، تركي وسويد وخشب ابيض وخشب مش عارف، كله انواع دي. ده بنجينا انضف انواع الاخشاب. بعد ما اجيبه عند التاجر بخليه فتره في الشمس في الهواء علشان ياخد راحته، لانه لو سبته كده هيتفتل وهيدور وهيلف، مش عارف ايه اشتغل فيه تاني. ده كمان النوع ده اللي هو كونتر اندلسي، اللي هو انضف وانواع واغلى انواع الكونتر، اللي عشان ده هيتعمل ايه لدرجات السلم زي ما شايفينه كده اهو. هنا بقى هيكون في ايه، في عمدان خروطه زي ما بنسموها ايه ده، اللي بيسموها شمعدانات. كل درجه من السلم دي ليها شمعدان. هنا فوق بقى هتيجي هنا مادة ثانيه طوالي، دي تبقى ملتمسه بايه، بالثاني اللي هو في ارابيسك في الجامع الثاني او المنبر الثاني اللي هو اللي هناك ده برضو ارابيسك من انظف الانواع الاخشاب الزان الاصلي. طبعا ده بيتغطى من الناحيه الثانيه، بيتغلف بخشب ثاني من بره مزين بالحاجات ومزخرف. هنا ده باب عشان يبقى داخله رف ده عشان خاطر المكني. تحت من الرف هيكون المكان ده اوسع شويه عشان بحيث يتحط ايه فيه المكنه بتاعت الكهربائيه اللي هي بتاعت المسح بتاع الموكيت. هنا بيكون في قفل طبعا يقفل على الرف الثاني اللي فوق ده، بيكون له المصحف او المصاحف، وتحت منه المكنه بتاعت الكهرباء. طبعا ده بيكون ناحيه الخلفي بتاع الحد، والناحيه الثانيه بيبقى مزخرف بالايه بالخشب الارابيسك برضه الثاني، والخشب المسكي. ده بيتعمل على مكنه، لازم يتعمل على مكنه عشان خاطر ايه مع العرض بتاعه هياخد ديكورات بشكل رائع وشكله مزخرف جدا 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 يليق مع ايه مع المنبر. هنا هيكون الشيخ هو طالع بيكون هنا في مقبض مدور برضه من نوع الاخشاب، او في نوع ثاني عامله مسبق بالنحاس المنكل. مسجد ابو بكر الصديق قمت بالعمل، انا برضه عملته، زائد المنبر اللي جوا، زائد الشبابيك تحته، وهنفرجت على المنبر بتاعي اللي عملته برضه من فتره طويله للمسجد ابو بكر الصديق. السلام عليكم كده. كان في اثناء العمل بتاعي برضه في الجامع ده، بعد ما كنت عملت الفرشه تحت شارع عبد الله الحكيم في نجا حمادي. طبعا بعد ما علي جبت هنا في المسجد بتاعه وكنت اشتغل بيه. وبعد 5 ايام من هذا الشغل بتاعه ده، دخل واحد طلب مني اقيس الجامع باكمله علشان يجيب لي الموكيت. وفعلا بعد 3 ايام برضه جت عربيه محمله الموكيت ولزقناه انا وهو. بعد كده بنا برضه نرجع ثاني من ورا. كنت بعد ما كنت شغال فيه، بعد 15 يوم من العمل في المنبر ابني خدوه الجيش وغاب عني حوالي 55 يوم ولم اعرف عنه اي حاجه. طبعا كان وقت شتاء وكان في ايام رمضان. قفلت على نفس الباب بتاع الجامع واطلب من ربنا يا رب ده بيت عباده والكنيسه والجامع ده واحد، فانا اطلب منك يا رب ان تجيب لي ابني بالسلامه، حتى على الاقل جواب او حد من زملاته يطمنا عليه. من كده انا يعني تعبان ومش عارف اشتغل، لما يكون ولدي قدامي اشوفه وكده يعني. وبرضه بعد 3 يوم برضه ابني جاني وكان في نفس الوقت اول ما جاء ضربوه، استلم ارض واستلم بيت في المراج ده
يعني على نهايه سور الالومنيوم. الموقع اسمه الشيخ علي. بس فطبعا تم برضه الكلام ده، وبعد كده طبعا برضه خد اجازه 3 ايام 5 ايام، خد بعده وسافر الجيش، وما زال الارض معانا وما زال البيت معانا حاليا، ونشكر الله على كل حال. ده كله من فضل ربنا. والمنبر اللي انا قاعد فيه ماسكه ده هو اللي هو الاول منبر انا اعمله، وهو اللي جاب لي او ربنا بعت لي البيت وبعت لي الثمن فدن الارض، والحمد لله نشكر ربنا على كل حال. طبعا انا كنت قلت لربنا يا رب لو انت جبت لي ابني بالسلامي هتبرع لكل منبر التلت، هتبرع لكل منبر التلت من المساحات الخاصه. وفعلا لغايه دلوقتي يعني يمكن عملت كميات كبيره من المنابر في بلاد متفرقه، وكل منبر برضه بسيب التلت على حسب ما انا اتكلمت امام ربنا، وهذا ده فضل ربنا علي وعلى كل الناس، واشكر ربنا على كل حال اداني موهبه النجاره دي. وحاليا انا بمارس ما زال لغايه ما هموت برضه وانا بمارس شغل المنابر بتاعت ربنا. ويا ريت كل واحد برضه فينا وكل واحد سامع الكلام يثق في ربنا 100%، لان ربنا مش هيسيب حد ابدا اطلاقا. المسجد والكنيسه طبعا دي كلها بيت عباده ربنا.